السلام عليكم الناس الزينة، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير ويلقاكم الفيديو تاعي كامل بصحتكم. نرحب بكم كاملين مشتركاتي القدم والجدد اللي انضموا القناة. نقولكم اهلا بكم، نورتوني والدار داركم. نقولكم ثاني حبيباتي، ماذا بكم قبل ما تبداو الفيديو تاع اليوم تروحوا كامل تخليوا لي هذيك الجيم وتخليوا لي تعليق محفز هكا باش تشجعوني وتحفزوني، ودائما مع اقتراحات لحلويات العيد. اليوم جبت لكم وصفة كعكعات، عبالكم وصفة بزاف سهلة وعلى بالي بلي وحدة مبتدئة أكيد راح تنجح فيها. شوفوا هنا أول حاجة أني راح نبدأ في العجينة. بالنسبة للعجينة هنا أنا درت كونتيتي كبيرة، وش هو ذوك أنا رايحة بالنسبة للمبتدئات ولا كاش وحدة تحب أنها تخدم كونتيتي صغيرة أي سهلة كامل. شوفوا بالنسبة لي أنا استعملت هنا كيلو تاع فارينة. تما جبت البول اللي يهز لي هذاك الكيلو. نتوما باغ اكزومبل حبيتوا تستعملوا كيله صغيره، هذاك الكيل اللي راح تبداو به راح تكملوا به كامل المقادير. مثلا استعملتوا كاس، شغل ديتوه كي شغل كيله، راح تكملوا كامل بهذاك الكاس وهي رايحه. شوفوا هنا بالنسبة للفارينة استعملت 3 كيلات. الكيلو هذاك تما قسمته في البول كيفاه يجيني 3 كيلات. بيان سور حاولوا انكم تغربلوها، حاولوا انكم تستعملوا ثاني الفارينة تكون النوعية تاعها مليحة. درت هنا شوية تاع لافاني، الرشة تاع الملح اللي لازم تكون. من بعد واش درت هنا؟ جبت لي دم اللي هو سمن. نفس الشيء استعملت كيلة بصح من قربت الحق لي هذيك الكيلة كملتها بالزيت. تحبوا تستعملوا غير سمن وما تستعملوش الزيت عادي جدا، وحبيتوا تخلطوا ثاني بين السمن والمارغرين نفس الشيء. واش هو حبيتوا باغ اكزومبل الكعكعات تاعكم يجيكم هكا يتفتتوا بالبزاف، حاولوا انكم ديروا هذيك الكيله تكون فايضه، تما تعمروها حتى خلاص تبدا تفيض معاكم تحبسوا. سينو كيما انا مانيش حبيتهم يجيوني حتى ما تقدريش انك تحكميهم، ولا استعملت نفس الكيله نتاع الفارينه. كملت هذيك الكيله كملتها بالليدام. ثاني حاجه الليدام تاعكم حاولوا من تذوبوه ما ديروش هكاك سخون هكا باش ما يدير لكمش هذوك الحبيبات. حاولوا انكم تخليوه يبرد، ماشي يبرد يولي حاكم روحه يجمد، ولكن ما يكونش هذاك السخون ولا يكون دافي معليش. شوفوا حطيته وبديت نبسس كامل في هذيك الفارينه. من بعد انا واش درت هنا؟ اعاود فوتها في السيار ولا في الغربال. نتوما تقدروا انكم تيفيتيو العمليه هذه، واش هي مليحه ليكم هكا باش تيفيتيو هذوك قلت لكم الحبيبات. من بعد كي فوتو هنا كامل في السيار، هنا اني راح نبدا نلم فيها بالماء والمزهر. هنا استعملت خليط بين الماء والمزهر. بالنسبه لهنا الكميه تاع الماء والمزهر شحال دات لي؟ نفس الكيل اللي كيلتو بها الفارينه وكيلتو بها هذاك الليدام، راح تكيلو بها هذاك الماء والمزهر. واش هو راح ديروا بشويه، مش راح ديروه على ضربه واحده. بالنسبه لهنا الفارينه تختلف، كاين فارينه اللي تشرب باغ اكزومبل راح تديلك هذاك الكيل كامل، وكاين فارينه اللي ما تشربش راح تخلي لك حوالي 4 كيلة هذيك ولا اقل. كيما انا هنا هذيك الكيلة تاع الماء والمزهر خلت لي يا ربي اقل بشويه من ربع الكيلة هذيك. تما غير قولوا دات لي كامل هذيك الكيلة نتاع الماء والمزهر. نتوما بالك من تشوفوها تقولوا جرات وكامل، بصح لا هي رايحه تزيد تشرب. وكيما على بالكم ثاني العجينه تاع الكعكات ولا تاع التشارك وكامل تحب تريح، تحب تاخذ وقتها وتريح. وهنا راح نولي معاكم لافاس. بالنسبه لافاس هنا اني دوبليت لا كونتيتي، اني قلت لكم باسكو عندي كيلو تاع فارينه. سينو نتوما حكموا هذاك الكاس تاع ام وليد تكيلو به راح يخرج لكم الله يبارك كميه لاباس بها. راح يحشي لكم واحد 25 حبه حتى 30 حبه، سا ديبون الكراماج تاع لافاس تاعكم كيفاه. المهم هنا شوفوا لي واش درت. بالنسبه للكاوكاو هنا حاولوا انكم كيما انا اني استعملت الكاوكاو، استعملت اللوز هاو مليح. مهم هنا انا اني استعملت الكاوكاو. شوفوا بالنسبه للكاوكاو تاعكم حاولوا انكم من تقليوه ولا ديروه باغ اكزومبل في الفور باش يحمر معاكم، ما تحمروش حتى يولي خلاص كحل ولا يولي حمر. خليوه يبي على بياض، تما ما تحمروش بزاف. ليسونسيال تنحيلو هذيك الريحه برك شويه وخلاص. ريحته هنا بالنسبه للقوام يكون كيما طعام، يكونش رقيق كيما الفارينه وماهوش خشين كيما تاع البقلاوه. هنا دوك كيفاش كيلت؟ هنا اني استعملت 2 كيلات نتاع كاوكاو يكونوا معمرين. الكيله الثالثه خليت منها الربع، زدت لها نواه كوكو. هذاك نواه كوكو رحيوه
نرحيوه حتى يولي فارينة، نرحيوه بين هكا باش ما يبانش لداخل. استعملتو اللوز هاو باين ايفيتيو هداك النوات كوكو كامل. وبالنسبه للسكر هنا نتوما واش راح تستعملوا؟ راح تستعملوا كاس صغير تاع السكر، ما تكثروش السكر هكا باش ما يتحجر لكمش ويجيكم ويبس لكم لافاس تاعكم. كيما انا هنا مالغري هاني دوبليت لا كونتيتي نتاع الكاوكاو، بصح اني استعملت غير كاس واحد تاع السكر. على واه بالكم بلي سوا درتوهم بالطليه اي فيها السكر تجيكم حلوه، لا درتوهم بالسكر كلاصي تما كلاصيتوهم نفس الشيء راح يجيكم حلوين. اما لا نقصت الماكسيموم السكر. واش درت ثاني؟ درت هنا مبشور نتاع القارص. شوفوا كي ديروا هذاك المبشور تاع القارص وشغل تخلطوه كامل راح يطلق هذاك الزيوتات كامل، وراح يعطي له بنه بزاف بزاف شابه. نفس الشيء القرفه اني ما نحبش نديرها في التراك، وهنا اللي تحب ديرها ديرها. المهم هنا اني رايحه نبدا نلم بالمزهر. شوفوا هنا لموها ما تكونش جاريه وما تكونش يابسه. المهم ديروا حسابكم باللي على قد ما تقعد على قد ما الكاوكاو يزيد يشرب. هنا لا استعملتوا برك الكاوكاو لا استعملتوا اللوز ديروا قيسها سوا سوا. لا الكاوكاو زيدوا شويه برك باسكو اني قلت لكم راح تزيد تشرب. هنا اني درت لهم بابي فيلم غطيتهم بيان وخليتهم يباتوا ليله كامله. حاولوا انكم تخليوهم من 3 ساعات حتى ل 6 ساعات، هذه اللي ما عندهاش كامل الوقت، لانه هاد العجينه تحب تريح كما قلت لكم. وهذيك لافاس ثاني باش هذاك السكر كامل يذوب ويتعسل معاكم. هنا غدوة من داك عاودت وليت لاباط تاعي. بالنسبة لاباط تاعي قسمتها كامل. حاولوا انكم تكونوا منظمين في خدمتكم هكا باش تمتم تكملوا وكل حاجة تكون في بلاصتها وما تكونش عندكم هذيك لاشارج ولا هذيك لابريسيون تاع الخدمة. شوفوا كيما الحبات تاعي انا وزنتهم كامل على 35 حبة، حطيتهم كامل هكا في سنيوة غطيت عليهم. عاودت وليت لافاس هنا وزنتها على 15 غرام. قلت لكم لاباط 35 غرام ولافاس 15 غرام. انا يعني بالنسبه للكعكات هذا هو الميزان المثالي اللي نشوفه. حبيتوا تكبروهم زيدوا لهم، حبيتوا تنقصوا لهم نقصوا لهم. وثاني حاجه بالنسبه للافاس ثاني حبيتوا باغ اكزومبل تبان لكم هذيك لافاس بزاف لداخل، تقدروا حتى انكم تمشيو ل 18 غرام حتى ل 20 غرام. سينو 15 غرام قلت لكم اني نشوفوا زعما الوزن المثالي. شوفوا لي هنا نفس الشيء بالنسبه هذيك لافاس حليتها بالطريقه اللي راكم شفتوا فيها على شكل هكا حرابيش صغار هكا باش يعاونوني. هنا بعد ما وجدت كامل العجينه تاعي وجدت لافاس تاعي نبدا نشكل في الكعكات تاعي. هنا دوك كلش راح يجيني سهل، سي جوست نجبد لاباط نحلها بالحلال نحط هذيك لافاس ونبدا نشكلهم ساهل ماهل. شوفوا هنا بالنسبه لاباط تاعكم حلوها رقيقه عابالكم على قد ما تدوروها على قد ما تتورق الحبه تاعكم لداخل وتجيكم بزاف شابه. حطيت هذيك لافاس. من تحطوا لافاس حاولوا انكم تخرجوا كامل هذاك النفس لداخل، ما تخليوش النفس، حاولوا انه هذيك لافاس تتلاصق مع هذيك العجينه. هنا اني راح نحاول نغلق كامل هذوك الاطراف بيان هكا باش ما تسيحليش هذيك لافاس من ندخلهم في الفور. نكمل الحبات تاعي. هنا دوك اني قاعده نوري لكم. عندكم هذا المول تاع السيليكون وعندكم هادو لي مول تاع الحديد اللي عندها كونتيتي كبيره تقدر انها تطيب للداخل. كامل الحبات يجيكم زي بعضهم نفس الشيء كامل نفس الميزان كامل نفس المقياس يجيكم كامل على حبه. سينو انا هذاك تاع السيليكون انا ما يعجبنيش في طيابو تما الوحده زعما يحبها تشري. ننصح بهذوك تاع الحديد خير وخير. وشريو نيميرو 7 تما رقم 7 راهم من المتوسطين وهذوك هما اللي يجيبوا الحبه قد قد. 8 راح تجيك الحبه كبيره و6 راح تجيك بزاف صغيره. المهم انتوما هنايا كملوا خدموا الحبات تاعكم قيس 10 حبات ولا هنا زعما اللي عندها طلبيات. ودوك نوري لكم هاد لاستيس اللي ما عندهاش كما قلت لكم ليمول بالبزاف. دوك تشوفوا كيفاه. هنا اني خدمت معاكم حبه دوزيام. هنا مالغري راح تتعوج معاكم ومالغري زعما راح يكونوا فيها شويه هكا دي ديفو بصح دوك تشوفوا دوك يتخبى كلش. هنا اني جبت هذاك المول نتاع الحديد نحط فيه هكا شويه تاع بابي فيل ونبدا نحط الحبه تاعي لداخل. شوفوا شتو هذاك البلع تاعها وين هذاك حطوه الجهه الفوقانيه هكذا باش من تدوروهم
يطيبوا لكم في سنيوه ما يتحلوش معاكم. شوفوا هنا اني راح نحاول نسويها كامل ونمشي هذيك لافاس، تما حتى وين تجيني هذيك لافاس باغ اكزومبل ناقصه ولا راح تتمشى معايا. شوفوا لي هنا الحبات كامل جاوني زي بعضاهم، تما ماهيش وحده كبيره على الاخرى، كامل كيف كيف، وما طيبتهمش في المول تاع الحديد، سي جوست داولي لافور. قلت لكم واللي عندها هذوك لي مول تاع الحديد بالزايد طيب فيهم خير وخير. وشي هو قبل ما تدخلوهم للفور حاولوا انكم تثقبوهم هكا شويه بالكوردون هكا باش يخرج لكم ما يطرطقوش معاكم، شغل ما يخرجوا كامل هذيك لا فابور. ثاني بالنسبه لطيابهم ما تخلوهمش يطولوا بزاف في الفور حتى تيبس لكم هذيك لافاغس الداخل وتيبس لكم من الفوق، سي جوست طيبوهم على 180 درجه يطيبوا لكم من التحت. زيدوا حمروهم غير تحميره هكا شويه من الفوق، وكل وحده والفور تاعها. المهم ما تطولوش عليهم وما تشعلوش الفور تاعكم فور حتى زعما تما قاوي بالبزاف حتى خلاص تولي تبقى الداخل خضراء. هنا نوليو للتسكار. بالنسبه للتسكار هنا واش عندي؟ اول حاجه نجيب هنا كاس تاع مزهر، نحط فيه مغرف نتاع الفارينه ومغرف تاع سكر كلاص، نخلطهم كامل ونخليهم بجيه. من بعد هنا في كسعه كبيره ولا في سنيوه ولا هكا باش نمشيكم كونتيتي. شوفوا تحكموا باغ اكزومبل نص باكي تاع السكر كلاص ولا باكي تاع السكر كلاص، تغربلوه، ضروري انكم تغربلوه، تحطوه تما هذاك الباكي تقسموه على زوج، ولا ديروا باكي زعما كي يكون عندكم كونتيتي بزاف كبيره ديروا باكي هكا تغربلو نصو من التحت. من بعد هذاك تخليوه ديروه من الفوق. المهم هنا اني راح نجيب الحبات نتاع الكعكات تاعي، درتهم في هذاك السائل اللي قلت لكم فيه المزهر الفارينه والسكر كلاص، نحطهم هكا في البابي باش يمصلي كامل هذاك الماء الزايد. شوفوا كي تحطوهم في هذاك الماء زهر والفارينه كامل سي جوست دخلوهم تعاودوا تخرجوهم، تخلوهمش لداخل، غير دخله وخرجه. وكما قلت لكم حاولوا تنشفوهم بيان. شوفوا انا حطيتهم فوق البابي هكاك، وكل ما نهز حبه اني نشفها بيان بالبابي، نحطها في هذيك القصعه تاعي اللي فيها سكر كلاص. وهنا اني راح نجيب هذيك لا كونتيتي اللي قعدت لي تاع سكر كلاص نرش كامل من الفوق. هي نورمالمون الفيديو قاعد يوضح لكم كلش. شوفوا نرش كامل، نحاول اني نخبي كامل هذوك نخبي كلش كامل من الفوق هكا باش يتخباو لي بيان وشغل يتسكروا لي مليح. شوفوا لي هنا ثاني مش راح تروحوا ديروهم مباشره، حاولوا انكم تخلوهم من 5 دقائق هكاك 7 دقائق باش هذاك السكر الناعم يحكم فيهم. كيما انا نغطيهم كيما هكا 5 دقائق 7 دقائق، نعاود نولي لعندهم نلقى هذاك السكر كامل احكم لي في الحبات تاوعي، تما تجيني بزاف سهله. هنا كل وحده والتسكار تاعها، تما وحده مبتدئه هذه اسهل واحسن طريقه، وحده عندها اكسبيريونس موالفه وكامل. كاين اللي تحب ديرهم داخل ساشيه تعمر هذيك الساشيه بسكر كلاص وتحطهم لداخل كل وحده والطريقه تاعها. واش هو انا بالنسبه لي انا هذه هي الطريقه المثاليه اللي نشوفها. نحط الحبات تاعي 5 دقائق 7 دقائق، نعاود نولي لعندهم نقشر كامل هذاك اللي يجي من التحت باسكو من التحت هاو ما يبانش، من الفوق ثاني نحاول ان نقص الماكسيموم، ما تخليوش هذاك السكر يتحبب كامل من الفوق، سي جوست تقلاصيوهم براحه اليد تمسحوهم كامل هكا باش يجيكم كامل هذاك الوجه املس. وتخدموا بال10 حبات 15 حبه حتى تكملوا كامل لا كونتيتي تاعكم، تم تكملوهم. وهنا النتيجه النهائيه تاع الكعكه تاعي. هنا بالنسبه نص تاعهم كنت زينتهم هكا بلا باطا سكر، شكلتها بهاد الوريدات اللي راهم خرجوا طوندونس هاد العام، والنص خليتهم على الطريقه التقليديه سي جوست سكرتهم شويه رشه نتاع سكر كلاص من الفوق. بالنسبه كي تقلاصيوهم ولا كي تسكروهم حاولوا انكم تخلوهم شويه برا، تما واحد 10 دقائق ولا حق ما ينشفوا لكم. شوفوا لي هذيك لافاس كيفاش جات لداخل، جات بزاف طريه. هنا التريبي تاعي صغير كان تكسر لي، تما ما قدرتش اني نصور لكم وانا نقسم الحبه، عليها صورتها لكم وهي مقسومه. وهذه هي النتيجه النهائيه تاع الكعكه تاعي. نتمنى الفيديو تاع اليوم يكون نال اعجابكم. قولكم ثاني تهلاو لي بزاف بزاف في رواحكم، تسناوني في فيديوهات اللي راهم جايين، وسلام.